بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا درس ثاني من دروس السيرة النبوية، النظم العراقي. نص: محمد مع المقفى أحمد الحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية بنبي مرحمة. شرح: هذا الفصل يتكلم على أسمائه صلى الله عليه وسلم الشريفة. محمد سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة، والمسمى اللي يسميه هو جد عبد المطلب، إلهاما من الله تعالى، ومن رجاء أن يحمده الله في السماء وأهل بيته في الأرض. دلائل النبوة للبيهقي. شرح المناوي على شرح على النظم، ودائما أعتمد عليه كغيره من الكتب المعتمدة في هذا الميدان. مع المقفى، المقفى أي التابع للأنبياء. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، فكان هو آخرهم، صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أحمد أخره عن المقفى لضرورة الوزن، وإلا فحقه التقديم. محمد وأحمد من أعظم أسمائه وأشهرها. قال العلماء: ولم يتسمى به أحد قبله منذ خلقت الدنيا، ولا تسمى به أحد في حياته، وأول من تسمى به والد الخليل بن أحمد الفراهيدي. حاشر أي الذي يحشر الناس على قدمه، وفي حديث الترمذي: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. والعاقب هو الذي هو الذي يخلفه من قبله في الخير. وفي الحديث الشريف: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، رواه الترمذي وغيره. والماحي أي الذي يمحو الله به الكفر. الردى أي الكفر. في الحديث الشريف: وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر أي أهله. وهو محمول على الأغلب. والحديث رواه البخاري في المناقب. وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم، في صحيح مسلم في الفضائل باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة، وهو المسمى بنبي التوبة. وقال النووي: ومقصوده أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة والتراحم، فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا. وفي الحديث: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. حديث رواه الترمذي في التفسير. وهو المسمى فيه أي بصحيح مسلم أيضا بنبي الملحمة، هي الحرب. ولم يشاهد نبي أمته قط ما شاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته. وفي القاموس سمي نبي بالملاحم لأنه سبب لتلاحمهم واجتماعهم. وفي حديث آخر: رزقي تحت ظل رمحي، أخرجه أحمد في المسند. وفي رواية النبي المرحمة عن عباس مرفوعا: بعثت مرحمة وملحمة، ولم أبعث تاجرا ولا زراعا. أخرجه أبو الشيخ في الطبقات، وأبو نعيم في حليته. وفقني الله وإياكم لو أحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبيه ومن والاه.